انت كعضو مجلس او ناوي ترشح على قوائم المجالس السنيه، بعد كده دورك هيبقى عامل ازاي، بعد كده ايه اللي هتقدر تفيد فيه منطقتك وبلدك واهلك. بشكركم كمان مره على الحضور، وارجو انها تكون دوره مفيده للجميع. ان شاء الله في برنامج النهارده عباره عن 3 محاضرات. المحاضره الاولى مدتها ساعه، بعد كده بريك، بعد كده المحاضره الثانيه ساعه بريك، وبعد كده المحاضره الثالثه. في الاخر ان شاء الله بنسلم الناس المشاركين شهاده امتياز دوره التحديات، ودي ان شاء الله هيبقى مرحله رقم 1. مرحله رقم 2 ان شاء الله في الشهر الجاي، اللي جاب المرحله دي من فتره، يجي بعد كده بنعمل محاضره ثانيه او دوره ثانيه هيبقى فيها نوع من انواع الاختبار، بحيث نشوف مدى استجابتك ومدى توعيتك في الدوره الاولى اللي انت جبتها. نتمنى لكم ان شاء الله الاستمتاع، نتمنى لكم ان شاء الله وقت ممتع. شاكرين جدا على الحضور والمشاركه كمان مره، ونبدا ان شاء الله المحاضره الاولى مع الدكتور عادل اسمر. اولا اسمحوا لي اشكر الساده العاملين وخاصه صداقه الفيوم على تعاونهم وعلى هذا النشاط. برحب بكم جميعا في الدورة الأولى للمجلس المصري للمحليات، وهو المجلس الذي يضم العديد من الأحزاب المصرية والمستقلين. في هذه الدورة المجانية الأولى لراغب الترشح للمجالس المحلية بمستوياتها المختلفة بمحافظة الفيوم. زي ما قال صديقي المهندس حسام، البرنامج النهارده عباره عن 3 لقاءات. اللقاء الاول اللي هيبدا الان هو لقاء حول تاريخ الحركه الوطنيه المصريه، وكيف تشكلت هذه الحركه الوطنيه المصريه، وما هي روافدها، ومن هم رواد والآباء المؤسسين للدولة المصرية الحديثة. فاللقاء الأول هو لقاء تاريخي مهم لأي مرشح أو راشد سياسي قرر أن ينزل إلى الحياة السياسية المصرية، قرر أن ينزل إلى معترك الحياة السياسية المصرية، قرر أن يشارك، قرر أن يتحول من كائن عادي إلى كائن سياسي، لأنه سياسي مختلف عن الناس العادية، له مواصفات مختلفة. فاللقاء الأول هو لقاء تاريخي هنحكي فيه حكاية الحركة الوطنية المصرية. اللقاء الثاني هيبقى حوالين إنه حضراتكم لازم تعرفوا القانون القديم للمحليات، اللي هو قانون 43 لسنة 79، اللي المحليات اشتغلت له أو عليه لمدة 40 سنة اللي فاتوا. اللقاء الثالث هيبقى حوالين الرؤية الدستورية الجديدة التي يحلو بها الدستور المصري، ويشترط فيها 13 شرطا جديدا على نوابنا في البرلمان كي يلتزموا بها، وهم يعدون الآن مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية. عشان احنا لازم نبقى مصحصحين في الفترة دي، لازم نبقى عارفين الدستور الجديد اللي المصريين عملوه ووافقوا عليه إبان ثورة 30 يونيو. الدستور عايز ايه؟ بيحلم بايه؟ شكل المحليات الجديدة اللي الدستور عايزها ايه؟ ايه عيوب المحليات السابقة؟ الدستور عايز يتلافاها ازاي؟ ايه هما ال 13 شرط اللي الدستور بيشترطهم على المشرع وعلى كل نوابنا في البرلمان؟ واحنا الان بنتواصل مع النواب في مجلس النواب عشان يقروا الدستور كويس، يراجعوا الشروط الدستوريه كويس،
عشان الحكومة هتتقدم بمشروع الإدارة المحلية الجديد نهاية هذا الأسبوع. ولو ما عندناش مجلس نواب مصحصح ومذاكر كويس الشروط الدستورية هيطلع القانون مش